ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل فطيره سهله جدا جدا تنفع للعشاء، فطار جوع اخر الليل، بجد اقتصاديه جميله جدا، بدون فرن، بدون عجن، بدون اي حاجه من الحاجات الصعبه اللي بتضايقني دي. تابعوني لاخر الفيديو عشان تشوفوا الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. هنا اول حاجه في طبق كده انا حاطه معلقه سمنه كبيره، عليهم معلقتين زبادي صغيرين كده زي ما انتم شايفين بالظبط، معلقه زيت كبيره. هنقلب خالص كده المكونات دي مع بعض. يبقى معلقه سمنه كبيره، معلقتين زبادي صغيرين، معلقه زيت كبيره، 3 معالق لبن كبار زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هنقلبهم بقى كويس جدا جدا لحد ما بقوا بالشكل ده. تمام. نجيب بقى طاسة كده ونحط فيها من الخليط ده. نجيب بقى لفة جلاش، نحط اول طبقة، مفيش مشكلة لو هي متقطعة معاكي عادي جدا، مفيش فيها اي مشكلة. انا هحط 3 طبقات فوق بعض كده وما بينهم السائل ده. تمام. دي تاني طبقة ونحط تاني من السائل. حلوة جدا. تالت طبقة معانا. تمام. الخليط ده عمل معايا فطيرتين، يعني مش فطيرة واحدة، عمل معايا فطيرتين بالظبط. تمام. نحط منه كويس جدا. الحشوة بقى اللي انت عايزاها بقى، يعني اي حاجة عندك في التلاجة حطيها. انا حطيت شيدر وموتزاريلا، عايزة تضيفي انت بقى زيتون، فلفل، اي حاجة انت حباها حطيها. انا اكتفيت بالموتزاريلا والشيدر. نرجع بقى نحط الطبقات تاني، يعني 3 طبقات تحت و3 طبقات فوق، ما تزوديش عن كده ولا تنقصي. وبين كل طبقة وطبقة نحط من اللي هو الخليط بتاع السمنة والزبادي واللبن. مفيش مشكلة لو لقيتي كده الجلاش متقطع او حاجة، مفيش اي حاجة في الاخر بتبان من ده. سهلة وبسيطة واقتصادية وجميلة جدا، والاهم من ده كله ان هي سريعة. تعمليها بقى فطار او عشاء او جوع نص الليل، او في السحور ان شاء الله في رمضان، تنفع في اي حاجة. نقفلها بقى كده زي ما انتوا شايفين، ونحط بقى من ايه، من الخليط ده كويس جدا كده عليها. حلوة جدا. هناخدها بقى على الطاسة، على البوتاجاز. تمام. خدناها كده، النار تكون واطية خالص يعني، ونغطيها بالغطا ده. اول ما تحسي ان هي استوت من تحت كده، اقلبيها زي ما انا قلبتها كده بالظبط. النار تبقى واطية خالص عشان ما تتحرقش. هنغطيها تاني. تمام. هي خلاص كده استوت من فوق ومن تحت، هنشيلها بقى. انا بتابعها كده بعرف ان هي خلاص استوت واتحمرت كويس جدا. الخطوة دي ما بتاخدش 5 دقايق على النار، يعني مش بتطول خالص. خلاص شلناها. نحطها بقى في الطبق. شايفين شكلها جميل جدا جدا، طرية ومقرمشة في نفس الوقت. الريحة كانت بجد خطيرة، حلوة جدا جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. والحشو اللي انت عايزاه بقى، عايزه تحشيها باي حاجه انت عايزاها براحتك. عايزه تضيفي على الوش جبنه موتزاريلا وفي الاخر تدخليها تحت الشوايه، براحتك برضو. بس احنا عايزين حاجه سريعه، فده الحل. شايفين جميله ازاي؟ والجبنه سايحه ولونها جميل جدا، ما اتحرقتش او حاجه. وده عشان انا كنت موطيه النار، واهم حاجه تغطيها عشان تستوى والجبنه تسيح وكل حاجه. وده الشكل النهائي بتاعها. بجد جميلة قوي قوي قوي. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. مع السلامة.